ويضمون الافلام كل شهر ينزلوها الشركه. اها. اي بس يغيرون القصص. ده تفتهم؟ ايوه زين هاي الاوبرا شنو خامات بيها تاثيرات شي؟ فؤاد اوبرا شلون اوبرا ايه دكتور. هاي ايه الدكتور يعطيها لهم دكتور خاص. خاصة. ايه هاي الاوبرا يضربها جوا، ايه يضربها هي من حتى شوف اكو ناس ما يفهمون انه عبالهم الممثل قبل يجي انسان طبيعي ينام ويسوي الفيلم، يعني لازم ياخذ شغلات يا حبايبي، يبقى ساعات 3 ساعات 4. اوبرا. اتمنى تفهمينهم شوي، اتمنى تفهمينهم انه على مود يفهمون انه افهمهم، بس انت ما تعطيني مجال وصوت السماعه مالتك يهز بيا. هاي يلا الاوبرا اوكي. انا اشوف الصراحه اشوفهم قبل ما يصورون الفيلم يتشكوها، Stoic بس Reply ما اتدخل exclusives. بهم، يعني ما باوع عليهم. يضربوها الاوبرا يم الخصية يضربوها. ايه وبعدين يفوت المكان ويطلع يعني للحمام ويطلع، فيطلع عادي حتى اذا استراحة وناكل ونشرب ونضحك مالته حديدة وواقف ويشتغل بيها. تمام. اي لانه الناس انه لازم يعرفون انه دائما يقول لك يابا هذا الافلام ليش هيك دائما يسوي ويمثل نص ساعه وساعه وساعتين، فلازم تعرفون يا عيني اكو شغلات دا ياخذونها، اكو علاج دا ياخذونه على مود يكملون الفيلم. يعني هاي ميرا جاي تقول لك انه ياخذون عبر وياخذون كل شيء. اي ياخذون اوبر وياخذون كل شيء ومنسقات. حبيبي اللي يريد يشاهد افلام يفوت على انستا راح يشوف بالستوري قناتي التلي، يفوت على قناتي التليجرام يشترك وياخذ الموقع الرابط. تمام. يا حبايب وانتم ضيفونا دائما ضيفونا حتى من نصعد ويا ميرا، واكو معلومات جديده او اكو اوضاع جديده هي تشرح لنا اياها وتعلمكم اياها. اخاف اكو ناس متزوجين، اكو ناس متزوجين ميرا، اكو ناس متزوجين تقول اني زوجي ما جاي يعني ينطيني اوضاع جديده، ما جاي يعلمني شغلات جديده، ما جاي يريحني اكثر. فلازم انتم تتعلمون انه من هنا على قد اللي تعرفونه يعني حتى تمشون حالكم بالحياه اليوميه. أنا من يكون عندي فيلم يا عمري. ايه subscribe. من يكون عندي فيلم وأكون نفسيتي تعبانة، تدري شو أسوي؟ خلاص أحط ببالي أفكر بالجو، أريد أستمتع، أريد أمتع، أريد أرتاح، أريد أسوي هيك حركة، أريد اهم شيء الراحه. ايه أقعد عالية، أريد أقوم أحدث، فأنسى كل المشاكل أطلعها، أبقى أفكر بس بهذا وأشوف كيف ترتاح. تمام. اهم شيء تفكرين انه تحت، يعني ما تفكرين باي شيء ولا تفكرين بمشكله ولا تفكرين في اي شيء، انه انت جايه ترتاحين. ايه هيك شوفوا. فانتوا يا حبايبي من تروحون او تسوون انتم المتزوجين او عندك حبيبه او اي شيء، لا تفكر بشغلات سلبيه، لانه ما راح يصير عندك اي حركه ولا اي شيء، فراح يصير عندك سترس وعندك كآبه وما يصير لك واحد. ما يصير، لازم يسدون كل شيء من حياتهم ويبقى يشتغل صح وعادي يستمتعون. هسه شوف ولا خير يستمتعون. حبيبي طلبوا من عندي فيلم ويا بنية. أنا مصورة فيلم ويا بنية لكن ما منزل. زين شنو هذا الفيلم يا بني؟ ممكن توضحي لنا عن الفيلم عن هذا الموضوع شويه؟ الموضوع واضح، يعني هو تصوير بنية ويا بنية يعني مارسون. وزين انت شنو تستخدمين، انه وضع الرجال لو وضع المرأة؟ ماكو وضع الرجال، لأن هي اثنيناتهم ما يحبن يستخدمن وضع الرجال، لكن وحدة تحب الثانية يعني لحس في شيء. وانت مسويه من قبل ويا يعني هذا لا لا إنسانة طبيعية خارج الأفلام. لا اعرف يعني بالافلام أي أكيد ممثلة غير اعرف، يعني مسويه ويا بنية انت بالأفلام. ايه؟ نعم غير ممثلة. وهسه راح تسوي من جديد؟ هسه عندنا فيلم بنات اثنين، وحدة تسوي للثانية وعود يفوت عليهم ولد ويشتهيهن اثنيناتهم وهو يشتغلهم. زين اوكي. هذا شو اسمه البنية من اجنبية مو صحيح؟ نعم اسبانيا. زين اكو شو اسمه اجانب يعني هذا عرب انه وياك ممثلين عرب؟ سويت فيلم الحرامي. عرب اكو وياك عرب انه ممثلين عرب تعرفين عنهم؟ لا ما اكو مو؟ شوف أنا عندي عملي وشغلي وخلاص، ولا شاب عربي خلاص عندي وظيفتي وأطلع، ما أعرف شو يصير ورايا ما يصير. زين هم عندكم مكان، يعني مثلا مكان او يعني مكتب تروحون له انه خاص لهذا العمل مالتكم؟ طبعا مكتب أو أكو
مكان خاص للأمور الصحية